مر والنتيجة لا زالت 0-0. متى سيأتي الهدف سواء لليمن أم للإماراتي؟ تعود الكرة في وسط الميدان. عبد الرحمن الخضر، الله على التمريرة الخضر، محاولة يمنية، فرصة في الجهة اليمنى، كرة خطيرة للمنتخب اليمني. المحاولة هنا العرضية، هنا المحاولة الخطيرة في منطقة الجزاء في الصندوق خطيرة. يحاول أمامنا اللاعب أحمد الموشكي، الله، جول! السيمفونية اليمنية انطلقت. سيمفونية الانتصار بدأت بعزف أحلى الألحان في مسرح الأحلام في أوبرا اليمن. تبدأ بتسجيل أغلى الأهداف عن طريق عادل عباس، العالمي عادل عباس. عادل وجول أول لليمن في هذا اللقاء. لاحظ الموشكي، أحمد الموشكي، أحمد الصاروخ، الله يا أحمد يا الموشكي. لاحظ المرور وتهيئة الكرة، وهنا اللمسة السحرية من ابن الكرة اليمنية، هنا المحاولة اليمنية، هنا الهدف الأول اليمني. اليمن تسيطر، اليمن تستحوذ، اليمن تسلطن في أرض السلطنة بأقدع من لاعب الفنان ومرعب كل الحراس. هو عادل عباس، العالمي في لقاء معانقة أغلى الألقاب، في لقاء ضرب كل التوقعات، في لقاء خطف أغلى انتصار في موقعة صدام الكبار. واليماني بأروع أداء يظهر في هذا اللقاء. أجمل أداء لمنتخب اليمن، يضرب كل المنتخبات مع العملاق علي النونو، مع الشاب سامر فضل. يظهر الوحش الأحمر، يظهر الغضب الأحمر في هذا اللقاء، ويسجل هدف الأزبقية في هذه اللحظات. إذن التقدم للمنتخب اليمني، التعملق للمنتخب اليمني، سقوط عبد العليم مصطفى، فرحة يمنية. جمهور اليمن هنا يتنفس السعداء. هنا التدخل من اللاعب البديل ميت علي على عبد العليم مصطفى. اليمني يشق طريقه نحو الانتصار، اليمن يشق طريقه نحو النهائي، اليمن يشق طريقه نحو معانقة أغلى الألقاب. اللقب الذي ينادي باسم اليمن، اللقب الذي ينادي اليماني، واليمن حتى الآن متقدم بالنتيجة والأداء هنا في أرضية الميدان، في ملعب الصلالة، في ملعب السعادة، في مدينة الصلالة العمانية، في أرض السلطنة العمانية. يسلطن المنتخب اليمني، يسلطن الأحمر اليمني، ويعلن عن التقدم والجاهزية لمعانقة اللقب الغالي الذي ينادي، الذي يبحث عن الأحمر اليماني. على اليمني في هذا اللقاء الذي يتقدم بأروع الأشكال، والنتيجة حتى الآن لمصلحة اليمن 1-0. وهنا أمامنا المحاولات لا زالت مستمرة، الضغط مستمر. منتخب اليمن، ما يعجبني بهذا المنتخب أولا وجود النجوم الموهوبين العمالقة، وأيضا ما يعجبني عندما يتقدمون لا يتراجعون إلى الوراء بل يهاجمون. هذا هو تكتيك سامر فضل المدرب الهجومي، علي النونو الهجومي. فرصة يمنية، هي يمنية، محاولة يمنية، كرة يمنية. ماذا يقول الحكم؟ لا وجود لأي شيء. القوة الضاربة اليمنية تظهر، المحاولات اليمنية الخطيرة، وضربة ركنية للأحمر اليمني في هذه الأوقات. ضربة ركنية لمنتخب اليمن، ضربة ركنية للمنتخب اليمني. فرصة يمنية للوصول إلى الشباك للمرة الثانية. هل يصلون للمرة الثانية إلى الشباك؟ الجمهور العائلة اليمنية المحترمة والعفيفة في المدرجات. هنا المحاولات،
هنا الفرص اليمنية، هنا الكرات اليمنية، المحاولة الخطيرة من الجهة اليمنى في الرواق الأيمن. يحاول المنتخب اليمني أن يصل للشباك الإماراتية. التقدم حتى الآن بأروع الأشكال. دائما كنا وجه خير وفال خير على المنتخبات اليمنية. الحمد لله كنت المعلق الذي علق على بطولة تاريخية لليمن في عام 2021 عندما حصل المنتخب اليمني الوطني للناشئين على بطولة غرب آسيا للناشئين. حين كنت أنا المعلق على تلك البطولة والفرحة اليمنية العارمة في كل بقاع اليمن. واليوم أيضا أرجع إليكم من خلال هذه البطولة أيضا، وحتى الآن الحمد لله نحن فالخير على المنتخب اليمني، وحتى الآن يتجه لنهائي الأحلام لرفع لقب البطولة مجددا للمرة الثانية في تاريخ مشاركات منتخب اليمن للناشئين في بطولة غرب. هنا دعوني أقف احتراما وتقديرا لهذا الجمهور. أنت لست في إيطاليا، لست في ألمانيا، لست